ايه ده؟ هو كل احمد ما فيش فيديو المحمود؟ ما انا على فكرة بعرف اسوق العجلة وممكن اسوقها كمان عادي. يعني عندي موهبة تجي لي تبوظها؟ ايه يا احمد، ايه يا عم؟ الله أكبر. ده اخرة البرشام الصيني اللي انتوا شغالين تاخدوا فيه. الغريبة في ده كله إن البنت صغيرة وبتحب أحمد وعبد الله، وبل لما تكبر هتحب مين تالت؟ تسلم ايدينا يلي ما سبتش مصر ابدا وقت دقيقة، أما الشعب المصري كله عسيب رؤسي، أمال فين الشعب؟ يلي انت ما تخلتش عنها لو دقيقة، يلي انت شايف مصر في عينيك الحقيقة. تسلم ايدينا. معلش يا جماعة، ده هو بس أثر الشغل وأثر آخر اليوم بعد الشغل، يعني ده الطبيعي. لو متضايق اشتغل، لو مش لاقي شغل اشتغل اي حاجة، لو تعبان اشتغل، لو محبط اشتغل. الشغل والعمل. لا خلي بالك يا غالي، أنت فاهم الموضوع غلط. هو ما قالكش خد البرشامة مغلوبة عشان تشتغل بالطريقة دي. عمل هم اللي بيغيروا، غير كده مش هتعمل اي حاجة غير انك تعيش تعيس وتموت مكتئب. لا بصراحة أنا مكتئب، بس ما بقاش في الوضع ده خالص يعني، والناس تبص عليا بالطريقة اللي أنا مش عايز الناس تبص عليا فيها. الراجل ده يا جماعة عايز له بقرة تكون مذبوحة بس ما تكونش متنضفة خالص، وهو يعيش حياته بعدين. اهو ده يا جماعة أثر أكل كتر لحمة البهايم.